السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد لقاءنا إن شاء الله تعالى في الدرس السابع من دورة تعلم برنامج أوتو بلاي ميديا ستوديو السابع. إن شاء الله اليوم الدرس هو عبارة عن التعرف على الأزرار وطريقة إدراجها في البرنامج. نبدأ على بركاته. أول شيء شاهد التطبيق ونطبق. طيب نقف الصوت. كما تشاهدون هذه هي الأزرار. هذه الأزرار. طيب تستطيع أن تكتب على الأزرار. أزرار كثيرة جدا تستطيع تحميلها من أي موقع. إن شاء الله راح ترفق معكم مجموعة إن شاء الله من الأزرار. طيب هذه الأزرار تستطيع فيها صوت كما تشاهدون تكتب عليها. طيب هذه فكرة اليوم درس. نبدأ على بركة الله. طريقة كيف. بسم الله ونفتح البرنامج. نحذف هذا الني. عشان نبدأ. طيب من قائمة البروجكت تستطيع إدراج الأزرار من خيار البوتوم كما تشاهدون. طبعا البرنامج مع كثير من استعلات الأزرار كثير. نشوف هذا. ناخذ هذا. طيب ناخذ. طيب الاختصار مالته كنترول رقم 1 على طول يطبقنا لبوتوم. نشوف هذا ما يبين عندنا لين لونه شوي يختلف. طيب ناخذ هذا الأخضر ثم من هذا الزر أو من هذا الزر كما تشاهدون. طيب نستطيع من هذا الزر على طول ناخذ. اوكي انا درجة 3 ازرار. طيب انا درجة هذه الازرار مو يعني في مستوى واحد. شو نعمل عليهم؟ اول شي نظللهم هاي الطريقة. كليك يمنى ثم الى هذا الخيار ثم نضغط هذا. الناس الان تعدله صار بمستوى واحد. طيب نفس الحركة نعمل له توب. هسه الآن ضبطا أكثر بأكثر. كليك يمنى نعمل لهن سنتر. الآن أحسن. طيب ندرج. لا كافي ثلاث زرار. الآن خليها بالجانب. نحدد. كليك يمنى. الآن في مستوى واحد كما تشاهدون. الآن في مستوى واحد. الأبعاد نفس الأبعاد كله تمام. طيب طريقة تغيير هذه الكتابة دبل كليك تفتح. طبعا هنا التكست نكتب أي شيء تكتبون. طيب نتعرف على خصائص الأزرار. طيب تستطيع هنا تكتب أي شيء. نكتب زرار كمان. خيار الفونت نختار الكتابة نوع الخط. هذا خلى هذا شوي 16 20. اوكي طبعا نوع الالوان
نغير اللون ابيض، هو خلينا اسود. عند مرور الماوس راح يتحول لنا الكتابة اي لون، خليها احمر. طيب هنا أنا توسيط الكتابة في الوسط، على اليمين على الشمال، خلها في الوسط. طيب ان شاء الله هاي راح نشرح لها دروسها الخاصة. بعض الاشياء الاكشن والسكريبت. طيب من خيار هذا الساوند، نحط صوت للزر. براوز اي صوت، كما تسمعون اصوات كثيرة. خلي هذا اوكي. الان نضغط اوكي. جراكم والزر الثاني نفس الحالة، نكتب اي كتابة، نكتب ابو ريان. نختار نوع الخط. على هذا الخط شوية كبير، على 20. اوكي. طبعا اللون نغيره، خليه ابيض، وعند مرور الماوس يتحول الى اللون الاحمر. نضع ايضا صوت لهذا الزر. اي صوت اختار؟ هذا افضل. نضغط اوكي. شوية كتابة كبيرة. خلنا 16. اوكي. مباين الخط اقل. غير لون الخط، نوعية الخط. هذا يكون افضل. اوكي هذا افضل. خطأ في الكتابة. والزر الثالث ايضا نفس الشيء، اكتب اي كتابة، اكتب ابو ريان اي شيء. رقم 1، لون اسود وابيض. الان نعطيه كان شادون، نوقف الصوت حتى يبان عندكم الصوت. هاي طريقة دراج الازرار، وان شاء الله تعرفنا على طريقة دراج الازرار، تعرفنا على خصائص الازرار. كان معكم اخوكم ريان، فمان الله.